مبدئيا كل الكلام اللي هحكيه دلوقتي ملوش أي مصادر غير إنه منقول من مذكرات سرية للطيار الأمريكي ريتشارد إيفلين بيرن، اللي حكى فيها أغرب قصة ممكن تسمعها في حياتك. ريتشارد قال إنه كان في رحلة استكشافية للقطب الجنوبي، واللي معروف عنه إنه مكان تلجي وبيفتقد لأشكال الحياة اللي احنا عارفينها، ولحد هنا الموضوع تمام ومفهوش أي مشاكل. لكن المفاجأة إنه بعد ما رجع من رحلته يحكي إنه شاف هناك حضارة سابقانا بآلاف السنين موجودة في مدينة تحت الأرض، دخلها من فتحة في القطب الجنوبي، وبيحكي أسرار ومغامرات أغرب من الخيال. ريتشارد خرج في رحلات استكشافية قبل كده كتير للقطب الشمالي والجنوبي والمحيط الأطلسي في فترة من سنة 1925 لحد سنة 1945. أشهرهم كانت رحلة اسمها دونالد ماكمانو في جزيرة جرينلاند، ورحلات تانية كانت سبب في ترقيته وحصوله على ميداليات شرفية كتير. لكن بعدها يقوم برحلة للقطب الجنوبي مختلفة عن أي رحلة قام بيها قبل كده، رحلة رجع منها شخص تاني بسبب اللي شافه هناك. في سنة 1947 أمريكا قامت بحملة للقطب الجنوبي اتعرفت باسم أوبريشن هاي جامب، بتتكون من 14 غواصة و4700 فرد وأنواع مختلفة من الطيارات، وكل ده كان تحت قيادة ريتشارد بيرد. وبعدها بسنة واحدة اتعرض فيلم وثائقي اسمه The Secret Land بيحكي تفاصيل الرحلة من البداية للنهاية. لكن الفيلم ده مش بيحكي كل تفاصيل الرحلة، لأن في أحداث وتفاصيل أغرب بكتير حكاها ريتشارد بيرد في مذكراته السرية اللي نشرتها جمعية هيلو إيرث بعد وفاته، واللي بيحكي فيها إن خلال حملته للقطب الجنوبي قدر يوصل لمدينة في جوف الأرض من خلال فتحة موجودة في القطب الجنوبي. وأول ما دخل المدينة فقد التواصل مع زملائه، وأجهزة اللاسلكي تعطلت تماما، والطيارة وزنها بقى خفيف جدا وبتتحرك لوحدها كأن في قوة غريبة مسيطرة عليها. وقالوا إن في النهاية وصل لباطن الأرض، وهناك اكتشف مدينة اسمها أجارثا، والناس اللي فيها طوال القامة وبيتكلموا باللغة السنسكريتية اللي بتعتبر واحدة من أقدم لغات الأرض. وقال كمان إن درجة الحرارة كانت 74 درجة مئوية، وإنه شاف زرع وحيوانات وبشر وحضارة متقدمة جدا، وسجل فيها مذكرات كمان. وقبل مذكرات ريتشارد وكلامه عن فتحات جوف الأرض، في علماء فلك وفيزياء معروفين جدا اتكلموا عن نفس النظرية في عصور قديمة، زي العالم الإنجليزي إدموند هالي اللي عاش في القرن ال17، وزي العالم السويسري ليونارد إيلور اللي عاش في القرن ال18، واللي بيعتقدوا إن في لسه أجناس تانية عايشة في باطن الأرض. ده غير فتحة كمان تحت هرم خوفو، وفتحة كمان موجودة في صحراء نيفادا الأمريكية. وده كان ملخص لمذكرات ريتشارد السرية، واللي بيعتبرها العالم مجرد قصص خيال علمي. قولنا بقى انت شايفها ايه؟